قبل ما تدي ودنك لأي حد ويفضل يسخن فيك ويحاول ان هو يقنعك ويربط لك ان زيادة الاسعار في مصر بسبب سوء الادارة المصرية، وقبل حتى ما تدي ودنك لصوت نفسك وتحاول ان انت تقنع نفسك ان زيادة الاسعار في مصر سببها سوء الادارة المصرية، وقبل ما تيجي على بلدك وتيجي على نفسك افتكر كويس قوي ان انت بتتعاقب. انت بتتعاقب عشان خاطر انت قلت للتهجير لا. انت بتتعاقب عشان خاطر انت عافي وطلعت باعلى صوت وقلت لهم ان العافي محدش بياكل لقمته. انت بتتعاقب عشان خاطر انت بتبني وتعمر وتكبر، والمطلوب منك انك تاكل وتشرب وتنام وتستهلك السلع بتاعتهم وبس. انت بتتعاقب عشان خاطر كل لما يفكروا ويخططوا ويصرفوا ملايين الدولارات عشان خاطر ينفذوا اي سيناريو ليهم في المنطقة تطلع لهم بكل سهولة وتحط لهم خط احمر. انت بتتعاقب عشان خاطر فجأة لما بصوا على جيشك خافوا منه، والمطلوب ان جيشك ما يخوفش. انت بتتعاقب عشان خاطر بقالك سنين عايش في هيمنة الدولار وبدأت تحاول انك تخرج بره هيمنة الدولار. انت بتتعاقب عشان خاطر مصر طلعت وقالت انها بتمارس سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف. انت بتتعاقب عشان خاطر شرفك. انت بتتعاقب عشان خاطر مصر بدأت تصنع وتدور لجيشها. لا مش كده كمان، ده انت عاوز تصدر اللي بتصنعه. بتتعاقب عشان خاطر مصر بقت تقعد على ترابيزات كتير قوي، والمطلوب ان بلدك ما تقعدش الا على ترابيزتهم وبس. انت بتتعاقب عشان خاطر مصر بقى كلامها يخوف، والمطلوب ان مصر يبقى كلامها يضحك.